فاكرين أنابل؟ الدمية اللي بدأت تتحرك لوحدها تسيب رسائل غامضة واللي هجمت على لو بطريقة مرعبة. دونا وصاحبتها كانوا فاكرين ان اللي بيحصل مجرد حاجة غريبة وهتنتهي، لكن الحقيقة الكابوس لسه منتهاش، لان اللي هيحصل دلوقتي مرعب اكتر من اي شيء ممكن تتخيله. ايه السر الحقيقي ورا أنابل؟ وليه حتى بعد ما اتاخدت من بيت دونا لسه بترعب الناس؟ استعدوا، الجزء التاني هيكشف اسرار عمرها سنين. دونا وصاحبتها قرروا يجيبوا وسيط روحاني، واللي بعد جلسة غريبة قال لهم ان الدمية دي مسكونة بروح طفلة اسمها أنابل، ماتت في المكان ده من زمان، وكل اللي هي عايزاه هو الأمان. والكلام ده طمنهم شوية. لكن لما وصلت قصة أنابل لمحققي الظواهر الغامضة إد ولورين، كانوا عندهم تفسير تاني تماما. لورين اللي عندها القدرة على الإحساس بالأرواح أول ما شافت العروسة قالت دي مش روح طفلة، دي قوة شيطانية بتتلاعب بيكم. الشيطان ما كانش عايز الدمية، كان عايز حاجة أخطر بكتير، كان عايز يمتلك دونا نفسها. إد ولورين قرروا ياخدوا أنابل معاهم ويبعدوها عن دونا تماما. لكن حتى في العربية وهي في الطريق لمتحفهم، العربية كانت بتتعطل بشكل غريب، كأن في حد مش عايزهم يوصلوا. اضطر إد انه يرش المية المقدسة عشان العربية تشتغل. وفي النهاية تم وضع أنابل في صندوق زجاجي محكم بالقفل في متحف عائلة وارن، واتحطت عليها ورقة مكتوبة فيها تحذير واضح: تحت أي ظرف لا تفتح هذا الصندوق. لكن القصة ما انتهتش هنا. في مرة شاب دخل المتحف مع حبيبته وقرر يستهزأ بأنابل، قعد يضحك ويخبط على الصندوق ويقول انتي مش اكتر من دمية تافهة. إد طرده برا المتحف وقال له انه بيعرض نفسه لخطر كبير. وبعد ساعات الشاب ده مات في حادثة موتوسيكل غامضة. وده بيخلينا نسأل نفسنا السؤال الأخير: هل أنابل مجرد دمية، ولا كيان شيطاني لسه بيهدد كل اللي بيستهزأ بيها؟